النهاردة بقى الفيديو ده مش هيكون عن الناس، لأ. الفيديو ده هيكون عنك انتي، عن رحلتك في الحياة، عن دماغك وعن مشاعرك. أنا كنت بدي من غير مقابل. السكة كانت رايح بس مفيش راجع. أنا ليه مكملة في علاقة رغم ان انا عارفة ان انا مش مبسوطة في العلاقة دي؟ الأسئلة دي بقى بتفتح جواكي باب، الباب ده اسمه معتقداتك. ففي فيديو النهاردة هنعرف ازاي نعلي الوعي الذاتي عندنا. إن التجربة أكبر مدرسة في الحياة. عايزاكي تعرفي إن كل علاقة مريتي بيها حتى لو وجعتك دي مدرسة علمتك حاجة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب دايما. فيديو النهاردة بقى فيديو إن شاء الله هيعجبكم جدا جدا جدا، لأننا في فيديو النهاردة مش هنتكلم عن الناس، لأ، هنتكلم عننا احنا. طيب هنتكلم في فيديو النهاردة عن ايه؟ فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن ازاي أعلي الوعي الذاتي، ازاي أقدر أفهم نفسي، ومنين أبدأ الرحلة دي. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة أنا عايزاكي تسألي نفسك سؤال صغير جدا: هو أنا فعلا فاهمة نفسي ولا أنا ماشية في الدنيا كده وخلاص؟ إحنا كتير بنركز نفهم الناس اللي حوالينا، كتير بنحاول نفهم العلاقات اللي حوالينا، بنحاول نفهم هو ليه الشخص اللي قدامنا عمل كده، ليه الشخص اللي قدامنا قال كده. بس قليل قوي لما نقف دقيقة ونسأل نفسنا: هو أنا بعمل كده ليه؟ هو أنا ليه بقيت بزعل بسرعة كده؟ طب أنا ليه بختار نفس النوع من العلاقات كل مرة؟ وليه ساعات بكمل في حاجات مش شبهي؟ النهاردة بقى الفيديو ده مش هيكون عن الناس، لأ، الفيديو ده هيكون عنك انتي، عن رحلتك في الحياة، عن دماغك وعن مشاعرك. ولو انتي واحدة من البنات اللي دايما بتقول أنا مش فاهمة نفسي ومش قادرة تفهم نفسها، فأنا حابة أطمنك، لأن الجملة دي عمرها ما كانت ضعف أبدا، بالعكس، الجملة دي أول خطوة في رحلة الوعي الذاتي. ففي فيديو النهاردة هنعرف إزاي نعلي الوعي الذاتي عندنا، ومنين نبدأ الرحلة دي، الرحلة اللي هتغير حياتك 180 درجة. بس خليني في الأول كده أقول لكم على حاجة مهمة: الوعي الذاتي مش موضوع بسيط، مش موضوع هقولك اعملي فيه 1 2 3 يبقى انت كده فهمتي نفسك. خليكي عارفة إن الوعي الذاتي رحلة طويلة قوي، رحلة بتبدأ من لحظة صغيرة قوي، اللحظة اللي بتقولي فيها لنفسك أنا عايزة أفهم نفسي، أنا محتاجة أعرف أنا مين وليه بعمل كده. ويمكن تكون انت كمان من الناس اللي طول الوقت بتقول أنا مش فاهمة نفسي، هو أنا ليه بتصرف كده؟ هو أنا على أي أساس اخترت الشخص ده؟ أنا ليه مكملة في علاقة رغم ان انا عارفة ان انا مش مبسوطة في العلاقة دي؟ عايزة اقول لكم ان الاسئلة دي مهمة جدا جدا جدا. الاسئلة دي مش ضعف، الاسئلة دي اول خطوة في رحلة الوعي، لان طول ما انت بتسألي يبقى عندك فضول تعرفي، وطول ما عندك فضول يبقى عندك فرصة تتغيري للأحسن. أولا مهم جدا 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 إنك تبدأي بسؤال نفسك: هو أنا شايفة الدنيا إزاي؟ الوعي الذاتي ببساطة كده معناه إنك تعرفي نفسك. طيب أعرف نفسي إزاي؟ وإيه اللي أعرفه في نفسي بالظبط؟ أول حاجة مهمة جدا إن انت تعرفيها عن نفسك وهي معتقداتك، رؤيتك لكل حاجة حواليكي، خصوصا لو احنا هنا هنتكلم في فيديو النهاردة عن العلاقات. مهم جدا أسأل نفسي: يعني ايه جواز بالنسبة لي؟ يعني ايه راجل بالنسبة لي؟ ويعني ايه ست بالنسبة لي؟ يعني ايه زوج؟ ويعني ايه حب؟ يعني ايه علاقة صح؟ ويعني ايه علاقة مؤذية بالنسبة لي؟ يعني ايه احترام؟ ويعني ايه احتواء؟ مهم جدا ان انتي تسألي نفسك الأسئلة دي. الأسئلة دي بقى بتفتح جواكي باب، الباب ده اسمه معتقداتك. يعني انتي مثلا ممكن تكوني شايفة ان الست في الحياة عموما لازم تستحمل أي حاجة، واحدة تانية تبقى شايفة إن الراجل هو المسؤول وهو المسؤول عن كل حاجة بتحصل، واحد تاني ممكن يكون شايف إن الغيرة دي هي أقوى دليل للحب، واحد تاني شايف لأ، الكلام والمشاعر هو أكبر دليل في الحب، حد رابع شايف إن العلاقة الصح
هي اللي كلها راحة. كل واحدة فينا عندها تصوير معين للحياة من وجهة نظرها، هي تصوير اتجمع من طفولتها، من أهلها، من اللي شافته، من التجارب اللي هي عدت بيها في حياتها. ولما تسألي نفسك الأسئلة دي بقى، انت هنا بتكشفي الصورة اللي جواكي، الصورة اللي بتتحكم في اختياراتك وفي قراراتك كلها من غير ما تحسي. تاني حاجة مهم جدا ان انتي تقعدي مع نفسك، ويمكن دي أصعب خطوة بالنسبة لنا كلنا، لأننا شاطرين قوي في الهروب، شاطرين قوي إن احنا نلهي نفسنا. لكن الوعي محتاج منك هدوء، محتاج إن انت تقعدي مع نفسك وتسمعيها، محتاج إن انت تعملي كوباية شاي وتقفلي تليفونك وتقعدي مع الورقة والقلم وتكتبي إجاباتك الحقيقية، وتكتبي اللي انت شايفاه فعلا. وعارفة انت ممكن ما تلاقيش إجابات تكتبيها، عادي. ممكن تلاقي ان انت بتكتبي إجابات متلخبطة، عادي. لكن المهم هنا انك بدأتي تسمعي الصوت اللي جواكي. النقطة رقم 3 من الحاجات برضو اللي هتزود وعيك بنفسك ان انت تقري، تشوفي تجارب غيرك، تسمعي لناس فاهمة. وخليكي عارفة ان وعيك بنفسك مش هيجي من فراغ، مش هيجي وانت قاعدة وماسكة التليفون وبتتفرجي على دمتم سالمين وبتتفرجي على الحاجات اللي شبه كده. وعيك بنفسك هيزيد لما تسمعي معلومة جديدة، لما تقري فكرة جديدة، لما تبصي من زاوية مختلفة تقدر تغير وجهة نظرك. لو ظروفك تسمح انزلي خدي كورسات، اقري كتب عن العلاقات، اتفرجي على فيديوهات. السوشيال ميديا مليانة ناس بتتكلم عن الوعي وتعرفك ازاي تعلي وعيك بنفسك. ولازم تعرفي ان مفيش طريق واحد للوعي، في ناس ممكن توصل عن طريق القراية، في ناس ممكن توصل عن طريق الكورسات، في ناس ممكن توصل عن طريق جلسات نفسية، وفي ناس تانية بتوصل من التجارب القاسية اللي هم عاشوها وشافوها في حياتهم. النقطة رقم 4 وهي ان التجربة أكبر مدرسة في الحياة. عايزاكي تعرفي ان كل علاقة مريتي بيها حتى لو وجعتك دي مدرسة علمتك حاجة، خرجتك من العلاقة اللي أذتك دي بحاجة جديدة، بمعلومة جديدة. في ناس كده لما تطلع من علاقة مؤذية هي كانت فيها تفضل واقفة عند نفس النقطة، ياه دي كانت أيام سودة ما تفكرنيش، وتفضل واقفة في نفس النقطة، وتلاقيها بعد كام سنة مكررة نفس الغلطة تاني بنفس الشخص بنفس العلاقة، وتحس تاني بنفس الوجع. طب ليه؟ لأن مفيش وعي، مفيش تحليل، مفيش أنا اتعلمت إيه وغلطت في إيه وسامحت بإيه. لكن لما تقفي وتفكري وتعرفي اللي انت غلطت فيه، زي مثلا أنا كنت بسكت كتير، أنا كنت بخاف أقول لأ لأي حد، أنا كنت بدي من غير مقابل، السكة كانت رايح بس مفيش راجع. وزي مثلا أنا كنت فاكرة إن الحب يعني تضحية. هنا بقى حضرتك بعد ما خرجتي من علاقة مؤذية ووقفتي تفكري أنا غلطت في إيه، أنا عديت إيه، أنا سمحت بإيه كذا مرة، أنا جيت على نفسي في إيه، وعيك بنفسك هنا هيزيد، هتخرجي بمعلومة جديدة، هتفهمي نفسك أكتر. النقطة رقم 5 الوعي الذاتي ووعيك بنفسك مش سباق، خليكي عارفة إنها رحلة طويلة. خليكوا عارفين حاجة مهمة قوي، إن مفيش حد في الدنيا خالص هيوصل لدرجة إن هو خلاص أنا فهمت نفسي 100%. لا، مفيش حد هيوصل للدرجة دي، لأن إحنا كل يوم بنتعلم، كل تجربة جديدة بتعدي بيها بتفتح لك باب جديد، وكل سؤال بتسأليه بيعلي مستواكي وبيعلي وعيك بنفسك. فأنا عاوزاكي ما تستعجليش إن انتي تفهمي نفسك 100% دلوقتي، وما تحمليش نفسك فوق طاقتها، لأن الوعي الذاتي هو مش هدف إحنا عايزين نوصله. الوعي الذاتي دي رحلة طويلة بنمشي فيها طول حياتنا، طول ما احنا عايشين. فلما تحسي ان انتي في الوقت ده مش فاهمة نفسك كويس، ما تلوميش نفسك، قولي لنفسك انا لسه في الرحلة ولسه بتعلم. النقطة رقم 6 اعملي عادة يومية صغيرة تزود وعيك بذاتك.
وهقول لكم على حاجة بسيطة جدا مش هتاخد منكم 5 دقايق. اسألي نفسك كل يوم: هو أنا النهاردة اتعلمت إيه عن نفسي؟ هو الموقف اللي حصل النهاردة ده ضايقني؟ طب ضايقني ليه؟ الموقف اللي حصل ده أنا اتبسطت بيه جدا، طب أنا اتبسطت ليه؟ اتعاملت مع حد بطريقة مش عجباني، طب هو أنا ليه عملت كده؟ طيب أنا حسيت بإيه لما الشخص ده قال لي كذا؟ وليه حسيت بالإحساس ده؟ انتوا عارفين بقى، كل إجابة هتجاوبيها على الأسئلة دي هتزود وعيك بنفسك خطوة. النقطة رقم 7: اختاري محيط صحي حواليكي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وعيك بنفسك مش بس جواكي، وعيك بنفسك حواليكي كمان. يعني ايه برضو؟ يعني لو حضرتك حواليكي ناس بتسخف من مشاعرك، بتقلل من تفكيرك، وكل ما تتطوري ولا تطلعي خطوة لقدام وترسمي حدود يقولك ايه ده؟ انت اتغيرتي. الكلام ده والناس دي بتشدك لورا. لكن بقى لما حضرتك يكون حواليكي ناس بتسمعك، ناس فاهمة مشاعرك كويس جدا، ده بيخلي الرحلة أسهل. النقطة الأخيرة: اختاري إن رحلتك تبقى على راحتك انت. اللي عايزة أقوله لكم هنا إن رحلة الوعي الذاتي ووعيك بنفسك رحلة شخصية جدا، رحلة بينك وبين نفسك، رحلة هيبقى فيها أيام هتبقي حاسة إن انتي فاهمة نفسك جدا، وفيها أيام هتحس إن انتي متلخبطة، فيها أيام هتحس إن انتي خلاص تعبتي. بس صدقيني الرحلة دي تستاهل إن انتي تمشيها، وفي الآخر هتبصي لنفسك بعد شهر ولا 2 ولا 3 أو بعد سنة وهتقولي ياه، ده أنا كنت فين وبقيت فين. هتحسي إن الحياة حواليكي بقت سهلة، هتحب إن انتي تعيشي الحياة. وعيك بنفسك مش معناه إن انتي تفهمي الدنيا كلها، وعيك بنفسك هو إنك تفهمي نفسك، تعرفي مشاعرك، رغباتك، مخاوفك، قراراتك. ولما تعرفي نفسك كويس كل حاجة حواليكي هتفهميها أكتر، كل علاقاتك وكل اختياراتك، كل موقف بتعيشيه هتقدري ان انتي تتعاملي معاه بشكل أفضل. ومهما كنتي حاسة ان انتي صغيرة أو ان انتي ضايعة في الفترة دي أو ان انتي مش فاهمة نفسك، حابة أطمنك على حاجة مهمة جدا: مفيش حد في الدنيا خالص فاهم كل حاجة عن نفسه. كلنا بنتعلم ولسه هنتعلم طول ما احنا عايشين، فماشيين في الرحلة، وكلنا في نفس الرحلة دي، رحلة الوعي الذاتي. وخليكي عارفة ان كل خطوة انت بتاخديها في رحلة الوعي الذاتي هتقربك من نفسك اكتر، كل خطوة هتخليكي فاهمة مشاعرك اكتر، قراراتك كلها في الحياة هتكون اوضح، اختياراتك كلها في حياتك هتكون بتختاريها بشكل اهدى، وهتكوني عارفة ان الاختيار اللي انت بتختاريه ده، لا، الاختيار ده هيريحني، انا متأكدة ان الاختيار ده هيكون كويس بالنسبة لي. نظرتك للحياة اصلا هتتغير 180 درجة للأحسن. والاهم من كل ده بقى ان كل خطوة انت هتاخديها بعديها هتحسي براحة نفسية رهيبة، هتخليك ان انت تحبي نفسك اكتر، وتقدري تعيشي حياتك من غير خوف، من غير تردد، من غير الشعور بالضياع. فخلي بالك ان الرحلة دي تستاهل، الرحلة دي ليكي لنفسك انتي. ابدأي دلوقتي خطوة بخطوة، وكل خطوة انتي هتاخديها في رحلة وعيك بنفسك أوعدك إنها تكون هدية لنفسك. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. يلا باي باي.